حرب 30 عاما هي سلسلة صراعات دامية مزقت أوروبا بين عامي 1618 و 1648 ميلاديا. وقعت معاركها بداية وبشكل عام في أراضي أوروبا الوسطى، خاصة أراضي ألمانيا الحالية العائدة إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولكن اشتركت فيها تبعا معظم القوى الأوروبية الموجودة في ذلك العصر، فيما عدا المملكة المتحدة وروسيا. في الجزء الثاني من فترة الحرب امتدت المعارك إلى فرنسا والأراضي المنخفضة وشمال إيطاليا وكاتالونيا. خلال سنواتها 30 تغيرت تدريجيا طبيعة ودوافع الحرب، فقد اندلعت الحرب في البداية كصراع ديني بين الكاثوليك والبروتستانت، وانتهت كصراع سياسي من أجل السيطرة على دول أخرى بين فرنسا وهابسبورغ. بل ويعد السبب الرئيسي في نظر البعض ففرنسا الكاثوليكية تحت حكم الكريندال ريشولي في ذلك الوقت ساندت الجانب البروتستاني في الحرب لإضعاف منافسيهم آل هابسبورغ لتعزيز موقف فرنسا كقوة أوروبية بارزة، فزاد هذا من حدة التناحر بينهم، مما أدى لاحقا إلى حرب مباشرة بين فرنسا وإسبانيا. كان الأثر الرئيسي لحرب 30 عاما والتي استخدمت فيها جيوش مرتزقة على نطاق واسع تدمير مناطق بأكملها، تركت جرداء من نهب الجيوش، وانتشرت خلالها المجاعات والأمراض وهلاك العديد من سكان الولايات الألمانية، وبشكل أقل حدة الأراضي المنخفضة وإيطاليا. بينما أفقدت العديد من القوى المتورطة في الصراع، استمرت الحرب 30 عاما، ولكن الصراعات التي فجرتها ظلت قائمة بدون حل لزمن أطول بكثير. وخلال الحرب انخفضت عدد السكان ألمانيا بمقدار 30% في المتوسط، وفي أراضي عديدة بلغت الخسائر النصف، في حين أنه في بعض المناطق مات ما يقدر بثلث السكان، وانخفض عدد سكان ألمانيا من الذكور بمقدار النصف تقريبا، كما انخفضت عدد سكان أراضي تشيكية بمقدار الثلث. وقد دمر الجيش السويدي لوحده 2,000 قلاع و18,000 قرية و1,500 مدينة في ألمانيا، أي ثلث عدد جميع المدن. بين فترة 1635 و 1645 ابتدأت إسبانيا أن الأفضل لها أن تتحرك ضد هذه التهديدات المتواصلة، وضربت البروتستانت عندما هزمتهم في معركة نوردلينغ في 5 سبتمبر 1634. وبعد موت فرانشتاين وغوستاف أودلوف حاكم السويد، كانت السويد قد أصبحت قوة في ألمانيا على يد جنرالاتها، بعد أن تولت كريستيانا ابنة غوستاف أودلوف الحكم بعد موته وهي طفلة في السادسة من العمر. وفي عام 1642 انتصروا في معركة لايبزيغ الثانية، وهددت بهما والنمسا مركز أسرة هابسبورغ، لكن الانتصارات أصبحت سويدية أكثر منها بروتستانية، مما أخاف كريستيان الرابع ملك الدنمارك من السويد القريبة أكثر من النمسا بعيدة، فأعلن الحرب عليهم، لكنه انهزم وتم غزو أراضيه مجددا، وأخذت منها يامتلاند وهاللاند وجزيرتي أوسلو قرب ستيوينيا وغوتلاند، مما أدى لترك الدنمارك للحرب. بعد استسلام الدنمارك وإعلانها اتفاقية سلام منفردة مع السويد في سنة 1645 تدعى اتفاقية بروموسبو. ومات كريستيان ملك الدنمارك بعد 3 سنوات عام 1648 في حكم استمر على بلاده 59 عاما. وفي نفس السنة أعلن صلح ويستفاليا منهي الحرب بهزيمة هابسبورغ وانتصار السويديين والفرنسيين، وانتهت الحرب بمعاهدة مونتستر، وهي جزء من صلح ويستفاليا الأوسع عام 1648 ميلادية، تنتهي أصعب فترة في تاريخ أوروبا، حرب 30 عاما.